لذلك أرى أن المظاهرات حقيقة من أفضل وسائل التعبير الآن والمطالبة بالحقوق على مستوى العالم، وهذا شيء تعارف عليه أكثر دول العالم. فأرى أنها جائزة ومشروعة بشرطين. الشرط الأول أن يكون نظام البلد الذي تقام في المظاهرة يسمح بهذا، فإن كان لا يسمح فلا يجوز. الشرط الثاني أن تكون مظاهرات سلمية فعلا لا يترتب عليها إيذاء أو ظلم أو تكسير أو قتل للآخرين أو ما أشبه ذلك. فإذا توفر هذان الشرطان فلا أرى بها بأسا، بل هي حقيقة من أكبر وسائل التعبير حسب العادات والعرف المعاصر الآن في أكثر دول العالم. هذا أيضا يقول إن هناك من لما صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بتحريم المظاهرات لمفاسدها، وجد من يقول إن المظاهرات قسمين: إذا كانت سلمية لا تخريب فيها ولا سلب ولا نهب ولا اختلاط وإنما مطالبة بحقوق الناس فهي جائزة، وإذا كان فيها تخريب وإفساد ولا سلب فإن ذلك حرام. فما ردكم عليهم؟ نسأله هل المظاهرات لها أصل؟ هل لها أصل عند المسلمين قديما أو حديثا؟ ما عرفت المحاضرات إلا من عند الغرب، من عند الغرب، ما هي في الإسلام أبدا. الإسلام يحث على الانضباط، يحث على السكينة، يحث على عدم الفوضى، والحقوق ما تنال بالفوضى والشوشرات، إنما تنال بالحقوق بطرق مشروعة وبطلب غير طريق المظاهرة. ما أحد منع أن لا يرفع شكاية، ما أحد منع أن يطلب حقا له، ما أحد منع من ذلك. أما المظاهرات فليست من دين الإسلام، وأنا أقولها وأكررها، ليست من دين الإسلام ولا من أخلاق المسلمين، إنما جاءتنا من المجتمعات الغربية لأجل تشتت الجماعة وتفرق الناس وتحدث العداوات. وبعد مضي 3 سنوات على الثورات العربية، فإننا نستعرض معكم حصاد هذه الثورات في دولة مصر كأنموذج. كلنا في حالة خوف وحالة رعب، وكل مصر تقريبا كل الشعب المصري جاله اكتئاب من اللي بيحصل في مصر. ضرب نار في الشارع، بلطجية ماشية في الشارع. الأستاذ سيد بيقول إن الإعلام بيركز على الحاجات السلبية اللي موجودة في البلد. الإعلام بيقول الحقائق الموجودة في البلد، لأن إحنا في الشارع وعايشين في الشارع وعايشين في وسط الناس. إحنا كل الناس جالها اكتئاب من اللي بيحصل في البلد، كل واحد في منطقته خايف يخرج من المنطقة اللي هو فيها. بيحصل سرقات، بيحصل ضرب نار في الشارع. ده تحت بيتي حصل ضرب نار في الشارع، وجاء الجيش وجاء البوليس وجاء كده. ما نقدرش نقول إن البلد مستقرة. يعني هات لي أي ثورة من الثورات صار الناس فيها أصلح من قبل، تستطيع؟ لا تستطيع أبدا. أنت انظر للمصالح المفاسد. الأمة الإسلامية قبل أن تختلف كانت مهيبة، يهابها الناس من كل جانب، ونصروا بالرعب مسيرة شهر. لما تفرقوا صار بعضهم يقتل بعض، يعني شغلوا بقتل بعضهم بعضا عن قتال الكفار. المسألة ما هي، يعني أنا ما أقول أدعي أني أنا الحاكم على المصالح أو المفاسد، أنا أقول انظر للواقع. قال الحسن البصري: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. وفي الختام نحذر أهلنا في بلاد الخليج خاصة وبلاد المسلمين عامة من دعاة الفتنة المحرضين على ولاة الأمر عبر القنوات الفضائية والإعلام الجديد، وأن يعلم الجميع أن طريقتهم في التحريض ضد ولاة الأمر هي مقدمات الخروج والثورات، وأنهم مخالفون للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والسعيد من وعظ بغيره.